قالوا السيد رئيس اللجنة المالية لأنني وزعت على الأعضاء ووزعت عليكم واحد الوثيقة اللي كتلخص الإصلاح اللي دخلنا في المواد النفطية في صندوق المقاصة. كتعرفوا بين أنه في 2012 80% من الاعتمادات المرصدة لصندوق المقاصة كانت كتستهلك المواد النفطية، وعكس ما يقال كنا على أبواب الإفلاس في المغرب، كنا على أبواب الإفلاس. ولكن ما غنرجعوش للماضي، حنا ولاد اليوم. الإصلاح ديال هذا الشيء بديناه في فاتح يونيو 2012 وغاديين معاه بشويه، لانه اولا البرميل كان طالع والميزانيه ديالنا ما بقاتش عندها القدره تواجه، وبدينا كنسلفوا باش نخلصوا المواد النفطيه. تحمل رئيس الحكومه الزياده ديال 2 دراهم في الليسانس ودرهم فاتح يونيو 2012. الساده المستشارين القدام كيعقلوا النقاشات الحاده اللي دازت عندنا، ودرنا واحد التامين الدولي باش الا فات طلع علينا التامين هو اللي يخلص الفرق، لانه التوقع كان غادي انه غتكون الهجوم على سوريا وغادي تقطع الامدادات ديال النفط ونطلعوا ل 140 160 المكاتب ديال الدوليه ديال النفط كانت كتعطي هادشي. من بعد زنا من هذه المرحله للمرحله ديال المقايسه، وهذه المقايسه كانت عندنا في المغرب. لو كنا محافظين عليها، لو كنا مهنيين كاع ما توقع لنا الازمات ديال 2007 و2009 ونساو من 2009 نساو المواد النفطيه حتى ليناير 2012 اللي جات فيها هذه الحكومه. عاد بحال اللي بنادم مدروس. انا كنتكلم معكم بحوايج اللي عشتها، وانا كنت 12 عام خارج البلاد وجيت وكنت وزير التربيه الوطنيه. هادشي عشتو ماشي هضره، ولكن حنا داخلين لواحد المرحله لابد نتكلموا على الماضي. دونك درنا المقايسه وبعد جينا قلنا ارنا نبداو نخرجوا بعض المواد ونخليو المواد اللي كيتقال عندها ارتباط بالسكان بالشعب بالجماهير، ما عرفت كاع داكشي، كاع داك الشعارات اللي مستهلكات وتا انا استهلكتها في السبعينات وفي الثمانينات. ولكن احنا امام تسير امور الدوله الكبرى، دونك دزنا نخرجوا وندخلوا. وصلنا للنتيجه. يمكن الحكومه عندها الزهره، اش غنقولوا لكم؟ هادشي اللي حط الله. بدا يهبط النفط، قلنا هذه الوقت اللي نخرجوا فحالنا من هذه الهضره ديال النفط. هادشي اللي درنا، استدعينا النفطيين، حتى حاجه ما درناها فوضى وحتى حاجه ما درنا فيها مغامره. داكور كنضحك، ولكن في الامور الدوله راه ما فيهاش الضحك، راه فيها الاستقرار ديال البلاد والامن ديال البلاد. ماشي اللعب هادشي، غير اجي ودير المغامره في النفط وانت كيتستهلك لك في المكتب الوطني الكهرباء، كيتستهلك لك في القطار، وكيتستهلك في النقل البضائع داك الكاميوات ديال 6 طن. هذوك الكاميوات راه من اخطر ما يكون في الشريان ديال الاقتصاد المغربي. باش ما نبقاوش غير نتكلموا هكا عام، غير اجي ومس هذوك الكاميوات الصغار، راه يوقف التزويد ديال السوق المغربي. دونك قلنا كيهبط النفط، قررنا نفتحوا حوار مع النفطيين. قلنا اليوم غنحرروا، ولكن غنديروا واحد الفتره انتقاليه. راه عكس ما قالوا الاخوان في لا سي جو، راه ما حررناش فاتح ديسمبر، هذا حررنا فاتح يناير 2015 وسميناها مع النفطيين المرحله الانتقاليه
ومرحلة المواكبة. ووقعنا واحد الاتفاق بحضور رئيس الحكومة، وقع وزير الداخلية، وزير الاقتصاد، وزير الطاقة، وعبد ربي، وبدينا كنشروا من فاتح يناير الارقام القصوى لي بري بلافون اللي منطقيا الشركات خصها تتعلم تهبط عليه باش نعاونوهم في المنافسه. مع الاسف ما داروش هادشي، ولكن قالوا لنا شنو غيدير، قالوا خليونا نوجدوا، لان ولزمنا عليهم جوج ديال الحوايج اساسيه. هو الاشهار. اليوم كان من الطريق كيبان لك الثمن ديال المازوت وديال الليسانس، هذا خصو واحد الاستثمار. هاد الناس داروا الاستثمار عكس ما كيتقال، حتى المحطات الصغيره دارت هاد الاستثمار. وكتعرفوا بين انه من الدار البيضاء ولا الرباط حسب المقر ديال الشركه كيضربوا على الكمبيوتر وكيتعمم في المغرب كامل الثمن. هذا واحد الخطوه مهمه في واحد القطاع بحال هذا القطاع. دونك هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هو قلنا اليوم لابد يدوز ليسانس من 50 بي بي ام ل 10 ديال البي بي ام، لانه 10 ديال البي بي ام هو اللي كيحمي البيئه. وهذا راه كان مفروض عليهم في الماضي وما تدارش. داير الاحتياط لنطيح لانه هي رزقت وداروها في الفيسبوك. الكيروزين ما معنيش بهادشي. دابا غنجاوبوا سؤال باللي بغيتو هادشي هكا. انا عطيت الرؤيه الشموليه للحكومه. الكيروزين ما عمرو داخل ياك. وثانيا حنا ما داخلينش في الطائرات، ودابا حنا في قضيه كبيره غنهضروا على قضيه ديال الطائرات. الجماهير الشعبيه كيهمنا هذا الشيء، كيهمنا والسي بوسعيد يمكن الاخوان في السي جي ام. انا ما بغيتش نجاوبكم سي حميد، ما بغيتش نجاوب، زعما كنت واضح. اش كتقولوا لي في السؤال ديالكم؟ كتقولوا لي صيبتوا القانون، تسناو حتى دوزوا القانون، عاد تديروا التحرير. حنا درنا التحرير، انت رجل اعمال وكتفهم زعما اش كنقول. حنا راه درنا التحرير يوم 26 ديسمبر 2014 ماشي دابا. 26 ديسمبر وقعنا، وبدا التحرير في لو بروميي في فاتح يناير 2015. وبدينا حنا كنحددوا كدوله فقط البري بلافون، وعند الشركات تهبط. ما بغيتش ندير الدعايه لشركه كاينه في الدار البيضاء سيدي حميد، كانت كتهبط ب 20 سنتيم، وكنعيط للجي بي ام وكنقول لهم شوف هاد الناس واخا شركه صغيره هي كتهبط، كاتبه البلايك. وريتها له زهير معايا في الحكومه في رمضان، كنا في درس ديني، قلت له انت شوف اش غيوقع، كاتب 20 سنتيم دو روميز لانه معلم كيشوف الشيفر دافير. هو نتوما كتفهموا لهذا الشيء، ولذلك انا اما الطريقه هذه حتى ديروا هذه عاد ديروا هذه، والله الا درنا شي حاجه في هذه البلاد. هذا هو اللي خدينا هذا القرار في الحكومه، ملي كنقتنعوا بواحد الاصلاح كنديروه. وهذا القطاع هذا كيبغي المباغته، معروف هذا الشيء. الا ما درتيش المباغته وسير. هذاك القانون اللي نزلنا قدامكم هو ما كاينش فرق قانوني في البلاد، كاين قانون صلحناه. الاخ عماره دار عليه اصلاحات وداز في الحكومه هذا القانون، وهو امام مجلس النواب كيتناقش باش يضبط هذه المعطيات كلها الجديده اللي في السوق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القضيه ديال لاسامير بينات حاجه واحده، ان بلادنا تطورت وتقدمت وما بقاتش مسجونه في الخطاب القديم اللي كان كيخلع الوزاره وكيخلع الدوله عندكم التموين، حيت دارسين الملف ديالنا.
ملي تقالنا اش غديروهم على سمير قلنا السوق مفتوح. هاد القضيه ديال سمير ما عندك ما تسجل السي عالمي لا تناقض بيني وبين عماره ولا والو. داك الكلام اللي كيقول عماره راه كنقولو حتى انا راه ما قلتش العكس ديالو. ثانيا هاد القضيه ديال سمير متفقين في الحكومه ان اللي غيتكلم فيها بوحدو شت الضبط ديال العمل ديال الحكومه هو السي عماره. من غير السي عماره ما غيتكلمش فيها شي حاجه، لا محمد الوفا بالفضول ولا السي محمد بوسعيد ولا السي السي عماره هو المحاور ديال هذه الشركه، وهو اللي جا قدامكم واعطاكم عرض وامام مجلس النواب واعطاكم عرض على المشاكل اللي عندنا مع هذه الشركه. انا ما عنديش الحق نتكلم فيها، ممنوع على شي واحد. رئيس الحكومه حتى هو المحاور. ايه السي فتحي، هذه هي الخدمه ديال المعلمين، باش ما كاينش الدوران من هنا ومن هنا ويجي يعمر علي انا السوق ويعاود لبوسعيد كلام ويعاود لي انا كلام وندوخو كاملين. لا، السي محاور واحد. دونك اللي كيتكلم في هذا الموضوع ولا اسمح لي ولا زلقت وقلت شي حاجه كنسحبها. السي عماره بوحدو، اما انا ما زلقت، عمرني ما كنزلق. حادث راه في منذ سنوات، حادث راه في ما تخافش عليها واقف هنا. لو كون ما كنتش حادث راه في، لو كون ما كنتش واقف هنا. كتقولوا لنا الاسعار، كتقولوا لنا الاسعار. فاتح يونيو 2012 كان الغازوال ب 8.15، وصل الغازوال 9.69. هذا خروج المحمديه. هذاك الصحفي اللي ما فاهم والو راه خروج المحمديه هي المرصع ماشي لا سمير، بمعنى كيوصل ل 10.5 في مدن اخرى. اليوم 7.96. اليوم الغازوال ب 7.96، ولكن راهي في بعض المحلات غادي تبان لكم 9.77. هذا اللي بغينا نوصلوا له. واش عندنا لا. اما ليسانس راه كانوا كيشريوه المغاربه الله يكون لا انا ولا هو، كانوا كيوصل ل 13 درهم، 13 درهم فاصله 68 في فاتح يوليوز 14 راهي البارح. اليوم ليسانس بقل من 10 ديال الدراهم. ليسانس عندنا ارخص من الدول اللي قدامنا، اسبانيا والبرتغال وفرنسا. الوزير اما راه بغيت نجاوبك على داك الشيء ولكن ما قديتش، خفت من الوقت يمشي. انتهى الوقت.